لأنه ضيعت وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها الأزواج والزوجات، عندما وصى الزوج أن يختار ذات الدين. كنا يعلم الحديث: تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. هذه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس وعن الأشياء التي تدعوهم إلى الزواج، فذكر أن أول شيء يقصد في المرأة هو الحسب، والحسب هو الصنيع الجميل في الآباء، يعني الأسرة الكبيرة، هذه أسرة آل فلان، وهذه أسرة، ولو كانت فقيرة ولو كانت قبيحة، ولكن إذا انحدرت من أسرة عريقة قديمة وأسرة راقية فإنها يرغب فيها. ثم بعد ذلك الذي يرغب فيها مالها، ثم بعد ذلك الذي يرغب فيها جمالها، وآخر مقصود عند الناس هو دينها. فاظفر بذات الدين، ولم يقل له تزوج ذات الدين، ولم يقل له اختر ذات الدين، قال له اظفر. فهمنا كلمة اظفر؟ الظفر شو؟ كأن الأيدي تمتد جميعا تسابق نحو جهة وأنت يدك أسبق، هذا الظفر، كأنك تخطفها من وسط الأيدي. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي لا يؤبه لها، وهي آخر من يرغب فيهن، هي ذات الدين. أقول لكن قولا: كان إنسان أراد أن يتزوج، فخطب بنتا من عائلتهم ممن كان يرغب فيها منذ كان صغيرين، وإنما رغبه فيها جمالها ثم دينها. فلما خطبها إذا بها غير ذات دين ومنظر فقط، فمجتها نفسه وأبغض الزواج بسببها. ثم صار يشترطه ويقول إنه لن يتزوج إلا ذات دين، فصار يدعو ربه. كلما حج دعا الله في عرفة، دعاه في مزدلفة، كلما اعتمر دعاه في طوافه، دعاه في سجوده، دعاه في سعيه بين الصفا والمروة. لا يكاد يدعو الله إلا بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك امرأة صالحة إذا نظرت إليها سرتني وإذا غبت عنها حفظتني، وإلى آخره. فزوجه الله امرأة. يقول هو هذا الإنسان: أرى فيها الدعوة التي كنت أسأل الله، أراها هذه الدعوة كنت أسأل الله. لكن تعلمنا أن الرجل وإن تزوج امرأة كانت قطعة من القمر سقطت في بيته إنه سيعتادها، وربما يصادف قبيحة في الطريق ويراها أجمل من زوجته، لأن الإلف قبح هذه وعدمه زين تلك. يحدث هذا الإنسان يقول: ليلة تعار من فراشه، استيقظ ليلا في غير وقت استيقاظ، حانت منه استيقاظة، ففتح عينه فرأى زوجته قائمة تصلي، وهو لا يعلم أنها تقوم الليل وهي تقوم. وطبعا عندما تقوم توضأ كذا ولا تحدث صوتا، فهو نائم. في تلك الليلة رأى ذلك المنظر: زوجته قائمة في زاوية من زوايا البيت، من زوايا الغرفة، وتصلي هكذا خاشعة متذللة بين يدي ربها. هو نظر إلى ذلك المنظر الذي انطبع في ذهنه ثم عاد فنام. يقول: كلما وقعت عينه على امرأة جميلة يجيء ذلك المنظر، منظر زوجته تصلي، فيقبح كل جميل ولا يبقى إلا ذلك المنظر. فاظفر بذات الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينصح ينبغي لأمته ذكورا وإناثا أن يسمعوا. هذا الذي وصى به الذكور، وكذلك وصى الإناث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. طيب، تريدون وظيفة، هذا شيء منطقي ولا يعيب، ولكن لتخلطنا مع إرادة المنصب الاجتماعي دينا، لا خير في منصب اجتماعي بغير دين. وأنا ما أدري ما يقع في مجتمعكم، لكن الذي أعرفه أن مما يقال عندنا للذي يأتي وله منصب وكذا ولكنه رجل لعله لا يصلي، فيقول الأب أو الأم للبنت هذه:
إذا كنت للوملة هذا بتعبيرنا، يعني إذا كنت سيدة وإذا كنت لبيبة وإذا كنت كذا، فأنت ستجعلينه يصلي وأنت ستجعلينه. أنت مجنون، أنت تغامر بابنتك. يعني طيب، وهبها لم تفلح فيكون ماذا؟